السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده يا بنات انا جايه اقول لكم على حاجه، والله انا فعلا مش مصدقاها. يعني انا لسه دلوقتي شايفه الموقف ده، فقلت اكيد مش هسكت، لازم اعرفها لكم. انا الصبح جيت احط الميه، فلقيت انا عندي الميه بتقطع، فبملى حاجات. فجيت املى الميه، لقيت الميه مش نظيفه. المهم ايه، قلت الخبر تمام، والناس كلها عماله تقول الميه مش نظيفه والنيل علشان المطر والعاصفه والحاجات دي. قلت خلاص هملى الميه واغليها واحطها. انا مليت الميه وغليتها، لقيت في حاجه على الوش. فعرفت من الميه طب ديت ايه، فقلت طب ما هي خلاص كده كده مغليه، لو فيها حاجه مش غليت وحطيتها في الازازه. بعد شويه جيت لقيت الحله فيها زي تراب، يعني شايفين؟ بصوا شايفين تعمل ازاي؟ بصوا، يعني ده كله نازل من الميه، شايفين؟ والله العظيم يا جماعة انا غالية المية في الحلة دي وسبتها، والله 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 العظيم ما لسه ما كملت عليها، يعني وقت كتير ممكن ساعة. وشايفين عاملة ازاي؟ انا مستغربة ايه اللي في المية ده، ايه ده؟ انا فعلا مش عارفة ايه ده، يعني والله ما عارفة، ومش عارفة بقى ارمي المية دي ولا اعمل ايه. طب احنا كده مش هنشرب، انا فعلا مش عارفة اعمل ايه. فيا ريت يا جماعة إيه، نغلي المية قبل ما نشربها، علشان انا والله العظيم كل ده طالع من المية، وحياة ربنا والله العظيم. يعني شايفين هي كانت المية لغاية هنا، وانا حتى صفيتها قبل لما لقيت في حاجات كده فوق الوش. انا صفيتها قبل ما احطها في الازازة و... وبعد كده لقيت الحلة راحت عاملة كده، يعني شايفين؟ انا مش عارفة ايه ده، انا مش عارفة ايه ده والله العظيم بجد، انا ما عارفة ايه ده. ومش عارفة، ومفيش حاجة اساسا بتتحط في المية غير ان هي تتغلي علشان نشربها نضيفة. انا مش عارفة والله العظيم بجد ايه ده. يلا ربنا يسترها يا رب علينا ويسترها على كل الامة يا رب. شايفين عاملة ازاي؟ ربنا يسترها علينا من الايام، احنا داخلين فعلا على ايام صعبة، فعلا فعلا داخلين على ايام صعبة. الناس عمالة تجيب كميات الاكل، فاكرين الاكل هيتمنع، ما يشوفوا المية عاملة ازاي. يعني احنا بصوا المية اللي احنا بنشربها عاملة ازاي، انتوا بتجيبوا ايه؟ انا مش فاهمة بتجيبوا ايه، مش عايزين تنزلوا من البيت والمية اساسا بصوا نازلة ازاي من الحنفية. يعني انا فعلا مش فاهمة. ربنا يسترها علينا يا رب ويحفظنا يا رب.